ما فهم هذا طرح شنو. ما قد فهمته. أوتو المهم عاش الشعب الموريتاني حرا أبيا، ما ليس لأحد علينا أي شيء أي فضل، ما في أحد له علينا فضل إلا ردناه إليه. أوتو الله الله خفت ايش قلت لك يا القلب عندي يا صاحبي. شوف، انا اذا زكاك محمد فال هذا الذي معنا وانك موريتاني فعلا، فتحمل المغاربه، يعني هم سيردون عليك. يعني بالله عليكم هذا كلام. يقول لك المغاربه ياكلون ويشربون ونحن علمناهم. انت علمت الجزء المغاربه؟ انتم شعب متعلم الامانه، عندكم تعليم. لحظه. انتم علمتوا البوليزاريو. اسال الاخ محمد فال، كان مدرسا في المخيمات المغربي. يعني إذا أنت لك باع طويل في التعليم، لهم باع، يعني ما تجي تقول لا علمتهم، لأنهم ليس شعبا طارئا جاء. أنت نفسك كنت جزء من المغرب. المغرب الأصل وأنت الفرع في كل شيء، في الهوية، في التاريخ، في التعليم، في الطب، في كل شيء. أنت فقط حتى استقلالك منح لك من المغرب ولظروف تهم العالم الإسلامي، وإلا ما كنت مستقلا إلى هذه اللحظة. وأنت إذا تريد تعرف قصة كيف منح الحسن الثاني الاستقلال لموريتانيا، اذهب عشان القمة الإسلامية، مشان إحراق المسجد الأقصى تقريبا، أو كان لها علاقة بحاجة بفلسطين. فعشان تكون العالم الإسلامي قالوا لازم تعطوا موريتانيا، فأعطوكم هكذا. يعني أنت استقلالك أتى من داخل المغرب، ولم تقول أنا أكل المغربي وأنا أشرب المغربي وأنا أعلم المغربي. سبحان الله. والله ارجع لك بعدين كلام احمد الريسوني الذي اغضب الكثير، ولا نريد ان اخوض في هذا الامور، لانه في العموم الموريتانيين طيبين. في العموم الموريتانيين من اطيب خلق الله، وهم يعرفون قدر المغرب، ويعرفون انهم الى المغرب اقرب منهم الى الجزائر. طيب، ابقى يا اخي بني اميه، لا تذهب لو سمحت لي. اسمع الاخ SMR، ثم الاخ هود او هاد جوب او ما ادري اسمه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخي أسعد، حياك الله أنت وبياك. بعد مباشرة يا أخي لطفي أو ما أدري اسمك، أنت بعد مباشرة. أي أكمل. خويا أسعد، بعدا باغي نقول لك راك زاز اللوز، راك منور تبارك الله عليك، راك بوغوس وزويون، رجعت معك اللبسة. الله ينور. فيما يخص الأخ الذي يدعي ربما قد يكون موريتانيا، لا نحن لا ماشي احنا باش نلصقوا ليتيكيت اللي ماشي تاعو. يقدر يكون موريتاني، ولكن اخي اسعد غير باش ما تنساش باللي ان الاغلبيه ولا لا بلوبار تاع الموريتانيين ولا اللي في البوليزاريو، يعني عمومات ابن عمومات تاع الناس اللي في البوليزاريو. ما نساوش حتى ان الناطق الرسمي باسم البوليزاريو والمستشار تاعهم اللي هو في سويسرا ولا في بلجيكا اللي سميتو ابي بشراي البشير، راه هو اصول موريتانيا، ومع ذلك يدعي انه من البوليزاريو. والاخ الامير يعني على ما كنسمع في الكلام ديالو ما غاديش تسنى منه الشكر، لانه اصلا هو قلبه عامر على المغرب وكيقلب غير على السبه فين غادي يخوي قلبه. دابا كنظن انه تحت له الفرصه وراه خوا قلبه، نتمناو مزيان. حتى هادي راه سينا هذا الشيء اللي درتي دابا اليوم سعد الشرعي، راك درتي له لاي ثيرابيا، راك خويتي له قلبه مزيان، راه تشافى. واخا ما مشاش للسبيطار تاع المغرب، على الاقل راه في واحد اللايف اللي تيديروا اسعاد الشرعي وداخلين فيه المغاربه، راه حنا داويناه الحمد لله، راه غادي يبرا. هذاك الغل وهذاك الحقد وهذاك الكراهيه اللي فيه، راه واحد حتى هذه راه واحد لا تيغابي كنديروها له من هنايا ان شاء الله. وان شاء الله راه غادي تبدا. تا با بوزوان دو عليها كيما قال لك اسعد، ماشي ما محتاجش تمشي لبويا عمر ولا بالرشيد تداوى. الحمد لله اسعد جاب لك بالرشيد حتى لباب دارك، غير دخل وخوي قلبك وان شاء الله راك شافيته وبريتي. مرحبا بك. بما يخص المغرب اخي اسعد، الحمد لله ماشي غير المراه الموريتانيه ولا ديال الرئيس الموريتاني اللي تداووا فيه حتى بزاف ديال رؤساء ديال افريقيا، بلا ما نذكر السميات، باش حنا كما قلتي حنا ما كنعاودوش داك الشيء اللي درنا. الحمد لله الافعال وسميتو اللي تيهضروا علينا، حنا ما غاديش نبقاو نطلعوا في لي لايف نقولوا المغرب دار ولا المغرب فعل ولا كذا. حنا الحمد لله درنا شي حاجه تنديروها لوجه الله، وما غاديش نقولوا اننا احسن دوله في العالم، ولكن احنا احسن منهم. هذا لا الا بغى يعترف به يعترف به، ما بغاش يعترف هذاك شغله هذاك. وإلا بغيتي ندخلوا في شكرا ما رانيش راضي، راه موضوع اخر هذا ديال ما رانيش راضي ومن بعد نهضروا فيه.
هذا هو الجزء الثاني من اللايف إن شاء الله بعد أن أرى كيف ستسير. شكرا لك وشكرا للأخ أمير. انتظروا لأنه الناس انتظروا طويلا يا أخي الذي فتحت الميكروفون هو الذي قبلك، هذاك الأخ هود أو اسمك. السلام عليكم. السلام عليكم. أحدكما يتكلم. وعليكم السلام ورحمة الله. اسمك الكريم يا أخي، اسمك الكريم. حاج الجزائري فعلا. حاج، تفضل يا حاج، تفضل. ايوه. اول قبل ما نرد على بعض النقاط، مقدمه خفيفه. احنا اليوم رانا في هذه اللايفات اللي راهي في التيك توك، لايفات ربما اغلبيتها سياسيه، او نتكلم على السياسه او الدبلوماسيه وحتى عسكريا باذن الله، لكن امور الشرع او امور الدين فاتركوها لاهلها، لان اغلب هذه اللايفات نفاق، ولا داعي لدخول امور، لا داعي في من تكلم في الدين يا اخي؟ ما تكلمنا في الدين، احنا ما تكلمنا في الدين خالص. الان نجاوب الان ندخل من نجاوب على الدين، ومن تكلم على الدين، هذا النقطه الاولى. المستشفى العسكري عين نعجه هو مستشفى اولا عسكري، ويداوي فيه كل ما هو عسكري وبالمجان، واقول عين نعجه، مستشفى عين نعجه، وافتخر. أما السؤال الثاني، لحظة بني أمية أخي، لماذا سمي بهذا الاسم؟ لماذا النعجة تحديدا؟ لأن يقع في مدينة اسمها عين نعجة بالجزائر العاصمة. لكن هذا بالله عليك مستشفى يسموه عين النعجة يا أخي؟ يا أخي سموها مستشفى الشفاء. أيوة. مستشفى العافية، المستشفى العسكري، المستشفى الجمهوري، حاجة. النعجة يجاوبك حبيبي، أنا لحظة قبل أن تجاوبني، لحظة أقسم لك بالله العظيم يا أخي أنني أول مرة أسمع بذلك المستشفى ظننته مستشفى بيطري للحيوانات مش للبني آدم، لأنه عين النعجة للنعاج. أوكي، ما كاش مشكل. النعجة هي أصلا بنك متنقل، يعني النعجة تخرج من الأنعام، من الخروف، والخروف بنك متنقل. هذه واحدة. اثنين، محطوط في القرآن كلمة الأنعام والنعجة، الله يبارك، لهذا أقول لك الله يسامحك. هذه واحدة. اثنين، بني أمية، عندما تشكر وتقول من لا يشكر، وتعطي أمور في الدين ومقدمات والشعر وكذا، عندنا 3300 ألف سوري، ولا نكون ولا شماتة، هم إخواننا ولاجئين، وعدنا ونفتخر أننا فتحنا الحدود والبلد الجزائر لأكثر من 300 ألف سوري، وهل من مزيد بإذن الله. وأفتخر أن السفارة الوحيدة اللي بقت في سوريا هي سفارة الجزائر. هذه معلومة، روح ابحث عليها. كل السفارات هاجرت إلا سفارة الجزائر قائمة لحد الآن في سوريا، وهذا دليل على أننا ولا شماتة. ثالثا، عندما تشكر ما تكونش محايد، أنت تتكلم باسم الدين، وأنت مسمى على من أكبر قبيلات في الإسلام، بني أمية، وراحت وصلت حتى القرطبة، ما شاء الله. هي دولة وليست قبيلة، دولة لا. عندما تأسست مع قريش كانت قبيلة. ولا ندخل في التفاصيل اللي خرجوا منها أعداء الرسول، كانوا أهل الإسلام، ولكن في نفس الوقت فيها من أذى الرسول، لهذا لا داعي للتوسع في الكلام. وثالثا نقول عكس الجندي المغربي الذي يطبخ لنفسه في الصحراء، وليس له ولا مطبخ ولا مؤسسة ترعاه، عكس الجندي الجزائري الذي عنده مستشفيات وعنده طائرة تحمل له الأكل وتعطيه الملابس وتقول له تفضل يا جندي نحن معك. وأقول عاشت الأمة الجزائرية، وعاشت الجزائر حرة مستقلة، ونحن في أصلنا أقسم برب الكعبة لن نخدع ولا نخون، وجه لوجه بإذن الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك أخي الكريم الحاج.
أنا أعجبني تفسير عين النعجة، مقنع نوعا ما، لأنه يعني إذا كان المسألة أنه النعاج والأنعام مذكورة في القرآن، فالبغال والحمير مذكورة في القرآن، كنتم تسموه عين الحمار مثلا ولا عين البغل. يعني إذا كان الموضوع هكذا، يعني تفسير غريب. شكرا لك، المهم أنك طلعت ولم تسبنا، هذا إنجاز كبير جدا. طيب لحظة، اسمحوا لي، تفضل يا أخي، ثم محمد فعل، تفضل اللي فتحت مرحبا اخي الميكروفون، اسعد، تفضل. الصوت مسموع؟ نعم مسموع. كيف حالك؟ الله يحفظك. أه نبدا بموضوع موريتانيا اظن او نروح ديريكت للموضوع خلينا حيث الجزائري. اللي انت سامعه قبل شوي، انت سامع موضوع قبل شوي. ردا على الاخ امير، زياره الرئيس الموريتاني مع زوجته الى المغرب. بالنسبه للدوله المغربيه اخي، هذا الشيء معروف عندنا احنا المغاربه. الدوله المغربيه لا تثق لا في موريتانيا ولا في الجزائر ولا في المحيط ديالها كله. موريتانيا بالنسبه لنا هي عمق المغرب. ليس هناك دولة اسمها موريتانيا في التاريخ وفي الذاكرة المغربية. اوه يا صاحبي، انت مغربي، انت مغربي. أنا مغربي. انت الان بتدخلنا في بحر من الغام هل تريد أن أكون سطحي في كلامي؟ لا، بعدين بيقولوا هذا اللايف جاي يفسد علاقات، يعمل فتنة بين موريتانيا والمغرب. أنا بدأت بهذا الكلام هذا وحنهيه بهذا القول، أن موريتانيا هم إخواننا وأشقاؤنا، ولا نريد معهم عداوة، ولا نريد استرجاع هذه الأراضي. يكفينا المغرب من طنجة إلى القويرة. لكن المشكل فين؟ المشكل هما الإخوة الموريتانيين اللي دائما يلعبون هذه اللعبة هذه طول الوقت. ليش ما يتحالفوش مع المغرب، مع الملكية المغربية؟ هم مسلمين، ليش يتحالفوا مع فرنسا والاتفاقيات مع إسبانيا؟ ليش المغرب؟ هل نحن غير مسلمين أو كيف؟ هذه من جهة. بالنسبة زيارة الرئيس الموريتاني المغرب مع حرمه، هذا دليل آخر أن المغرب في جميع المجالات تقريبا متفوق. حتى كان يقال أن ملك المغرب يروح إلى فرنسا للتداوي، مؤخرا شفناه تداوى في المغرب. فيما يخص المستشفيات أو المؤسسات الحكومية في جميع دول شمال إفريقيا، من المغرب، الجزائر، تونس، المنظومات كلهم تقريبا في نفس الشكل أو في نفس النوعية، يعني لا يختلف شيء. الاختلاف في المستشفيات الخاصة الموجودة في المغرب. لما أقول هنا الخاصة لا أقول أن الثمن غالي أو بالنسبة للشعب العادي لا يستطيع أن يزور هذه المستشفيات، بالعكس، الطبقة المتوسطة كلها تستفيد من المستشفيات الخاصة بنوعية، يعني مثل النوعية الأوروبية. وهناك دلائل كثيرة، ومنها الدليل بالنسبة لي. شكرا لك. شكرا. وفي الموضوع تاع الجزائر ممكن نتكلم عليه بعد خلينا نقفل هذا الموضوع. شوفوا، أنا لا أريد، شوفوا على فكرة العلاقات الدولية، فيما يخص العلاقات الدولية بين المغرب وموريتانيا على ما يرام، يعني حتى لا يأتي مغربي الآن ويوجه سهام النقد ويقدح في دولة موريتانيا. لا، أنا أعتقد أن العلاقات جيدة. نعم هناك ضبابية في المواقف، لكنه الوضع معقد، يعني مثل دولة موريتانيا ضعيفة بين دولتين متصارعتين ربما نسميهما كبيرتين، المغرب والجزائر، مسكينة وضعها حرج، لازم تبقي خيوط اللعبة مع الاثنين. فبالتالي لا أريد أن يتجنى مغربي على الدولة. لك أن تنتقد ذاك الموريتاني أو فلان الموريتاني أو علان الموريتاني لمواقفه الشخصية، أما مواقفكم الدولية والمواقف السياسية فأعتقد أنها جيدة، بدليل أن أنتم استقبلتوا زوجة الرئيس عادي، والرئيس نفسه جاء عالج زوجته عندكم، دليل على أن العلاقات ربما ترقى إلى أن تكون عائلية مش شيء. فلذلك لحظة يا أخي، لحظة لو سمحت قفل. أنا لا أريد المغاربة يطلعوا متشنجين بسبب هذا الكلام اللي قاله. تريد أن توجه كلام مثل السوري. شوف السوري لقنه درس في مسألة نكران الجميل
ومن المفروض أن تشكر الناس، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، وكان المفروض أن تقدم رسالة شكر. كان الأخ السوري لقنه دروس شخصية له. أنت تدخل تصب جام غضبك كمغربي على كل موريتانيا، هنا أنت بيتحول اللايف إلى فعلا يقولوا هذا جاي يعمل فتنة بين الدولتين، وأنتم ما شاء الله سمنة على عسل وكلكم على ما يرام. محمد فال تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساءكم سعيد. تحية. بدأنا في القطاع. بدأنا. وأنا في الحقيقة اليوم فرح جدا. لا تقل يا رجل. أكمل إن شاء الله تواصل. كبسوا بالزاف، لأنه هذا الرجال بيسقط لي اللايف. كبسوا عدسوا خرطوا فيما يتعلق بالحديث. أنا في الحقيقة لم أحضر اللايف منذ البداية، ولكن سمعت بعض الملاحظات. لدي بعض التعقيبات البسيطة عليها فيما يتعلق بالأخ أمير الذي قلت بأن إذا زكيته هو فعلا موريتاني. أنا أعرفه على وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى عرفته معرفة شخصية من خلال القبيلة، وبالتالي هو موريتاني. وأنا شخصيا لدي معه موقف على وسائل التواصل الاجتماعي ينم على أنه لديه فكر فيه شيء من الإنصاف في بعض المواقف. أما فيما يتعلق بمواقفه من القضايا، هذه مسألة تخص كل واحد. فيما يتعلق بقضية علاج السيدة الأولى الموريتانية في المغرب، أعتقد أن المسألة حملت أكثر مما تتحمل. لماذا؟ لأن هناك من يتحدث دون أن تكون لديه الآليات أو المعلومات التي يتحدث عنها. السيدة الأولى أذكر بأنها دكتورة طبيبة، واختيارها للعلاج أو إجراء عملية في المغرب هذا يعني أنها إنسان يعرف كيف يختار، ويعني أنها لديها الثقة في المغاربة، لا من ناحية الطبية ولا من ناحية حتى الأخلاقية، لأنها مرأة في النهاية. ثم أنه السيد الرئيس حين يدخل المغرب بهذه الطريقة ويعلن من القصر الرئاسي عبر بيان رسمي بأنه سيزور المغرب زيارة خاصة، البعض فسرها بأنها زيارة عائلية، وهي في الحقيقة زيارة عائلية ولكن بمعنى آخر. فحين يدخل الرئيس المغرب دون بروتوكول وثم يلتقي في اليوم الموالي بجلالة الملك، هذا يعني أن الرجل يحس بأنه يدخل بيته الثاني إن لم يكن الأول. وبالتالي المسألة لا يمكن أن تحمل ما لا تحتمل. لا يمكن أن تلبس ثوب سياسي لأغراض معروفة، أصبحت معروفة على كل حال، وهي محاولة التشويش على العلاقة المتميزة ما بين موريتانيا والمغرب. أعود مسألة الاستشفاء في المغرب. نحن في الحقيقة من أكثر الناس اعترافا بالجميل. حين تمنحني إبرة لا يمكن أن أنساها لك. نحن نعرف أنه لدينا موروث ثقافي نعتز به، وله شهرة واسعة وخصوصا في العالم العربي والإسلامي من خلال المدرسة الشنقيطية التقليدية المشهورة في بقاع العالم الإسلامي. ولكن مع ذلك لا نتكلم بالعاطفة. المغرب نحن عرفنا كازابلانكا، الدار البيضاء، عرفناها من خلال صور البنايات البيضاء على كتب القراءة ونحن ندرس في المدرسة الابتدائية. نحن في الجانب الصحي كانت الوجهة الأساسية، الوجهة الأولى للمرضى الموريتانيين هي المغرب. الآن أصبح فيه انفتاح على بعض الدول الأخرى. هذا يعني إغناء للتجربة، ولكن الوجهة الأولى كانت هي المغرب. من زمان. نعم، من زمان، وهذا يعرفه كل الموريتانيين. أصبحت هناك وجهة. لحظة. الوجهة الأولى للمريض الموريتاني هي المغرب بكل تأكيد. الآن أصبحت هناك دول أخرى، أصبحت هناك تونس مثلا، أصبحت هناك دكار سنغال،
البعض يذهب إلى السنغال، البعض يذهب إلى ولكن في السابق كانت الوجهة الأولى إن لم أقل الوحيدة بالنسبة لعامة الناس هي المغرب. هذا شيء معروف لا يمكن أن ينكره أحد. ثم هناك شيء بالنسبة لي وهو الأهم، أنه كل تعامل المغاربة مع الموريتانيين لم يمنوا عليهم أبدا. لم نسمع المغاربة يمنون على الموريتانيين ما قدموه لهم. هناك الكثير مما يقال في هذا على قول نزار قباني: في فمي يا عراق ماء كثير كيف يشكو من كان في فيه ماء. العلاقة الموريتانية المغربية شئنا أم أبينا هي علاقة لها جذور تمتد عمق أكثر من عمق شجر الطلح المعروف عندنا في موريتانيا بأنه شجر يغوص حتى المياه الجوفية، وبالتالي لا يمكن أن يشوبها شيء. في هذه الأسابيع رأينا حملة شعواء للتشويش على هذه العلاقة ومحاولة تفسير المواقف تفسير يعني بليد، تفسير صاحبه يستغبي المتلقي، يضحك في عقل المتلقي. فحين مثلا نتحدث من بين الأشياء التي تم الحديث عنها على وسائل التواصل الاجتماعي مسألة الخط البحري الذي سينطلق مع بداية السنة القادمة من المغرب باتجاه السنغال، البعض يفسره أنه ردة فعل على زيادة رسوم وأكرر بعض المنتجات الفلاحية المغربية، فسره هكذا، في حين أن هذا الموضوع تم إثارته قبل 2 أو 3 عدة مرات في البرلمان المغربي وتمت الموافقة عليه. جاءت لحظة التنفيذ تصادفت مع هذه الحملة، تم استغلال الموضوع في هذا الإطار. ثم هناك من يدعي بأن زيادة الرسوم جاءت بعد زيارة تبوك ريحة قبله. هذا غير صحيح. والذين يقرؤون ما بين السطور، وأكرر هذا الموضوع، الذين يقرؤون ما بين السطور يعلمون جيدا أن الرئيس الموريتاني لم يستقبل الرئيس الجزائري رغم احترامنا الشديد له واحترامنا للجزائر، ولم يودعه. أعتقد أن في الأمر إشارات يجب أن لا تغيب عن المنظرين الذين صبوا كل تنظيرهم وكل فلسفتهم نحو هذه العلاقة ومحاولة التشويش عليها. ثم إني أريد من هؤلاء أن يوفقوا لي بين أمرين متناقضين، بين هذه الحملة الشعواء وبين هذه النظرة السوداوية نحو العلاقة الموريتانية المغربية، وبين كون موريتانيا منخرطة في المبادرة المغربية الأطلسية، وبين كون الاستثمارات المغربية من الأوائل في موريتانيا تستثمر، وأساسا تستثمر في قطاعات جد حساسة. مثلا الاتصالات، نعلم أن هناك شركة من أكبر الشركات الاتصالات في موريتانيا هي موريتل التي تتبع لاتصالات المغرب، أو على الأقل يتبع النصيب المغرب منها لاتصالات المغرب. نعلم أن كابل الألياف الضوئية نعم. اسمح لي، نعم. أنا آسف أوقفتك. يعني شوف، أنت ما شاء الله عليك متوازن نوعا ما وكلامك محترم وبتكلم كلام أكاديمي صراحة، ولذلك أنا أريد أثير لك 3 نقاط. أولا، تأكد لي مثلا ثقافيا موريتانيا أقرب إلى المغربي باعتبار أنه كانت جغرافيا واحدة وكانت ثقافة واحدة، والموريتاني يشبه المغربي تماما، يعني على الأقل فكريا وسياسيا على مر التاريخ. أكد لي هذا النقطة. ثانيا، ألا تدركون أنتم كموريتانيون الطبيعة للنظام الجزائري وخصوصا للرئيس الجزائري أنه يتعامل معكم بنوع من التعالي؟ يعني هذا الأمر أنت تشتكي أنه لم يستقبل ولم يودع، هو يرى رئيسكم مجرد يعني غلام يعمل بجانبه يأتمر بإمرته، كما يتصرف مع قيس سعيد. لا أدري هل أنتم كموريتانيون، طبعا هذا الكلام لا تجدونه في المغرب رغم